ولدي عمره 10 سنين كياخذ التليفون مره في الاسبوع كمكافاه ملي كيقرا مزيان، ولكن كيولي ملهوف ومغيب وكنحس براسي ما قادراش نتحكم. واش طبيعي يكون متعلق لهاد الدرجه واش نحبسوا عليه بمره؟ الجواب: اول حاجه خاصنا نفهموها هي ان المشكل ماشي في التليفون بحد ذاته، المشكل هو القيمه اللي عطيتي انت للتليفون بلا ما تحسي، باعتباره مكافاه نادره. كل ممنوع مرغوب، وهذا خلق تعلق زايد. المشكل الثاني الفراغ وغياب حاجه حقيقيه يستمتع بها. الطفل اللي ما عندوش نشاط يبغيه كيولي اي حاجه متاحه مركز اهتمامه، والهاتف سهل سريع وكيعطي شعور بالمتعه الفوريه. طبيعي يكون ملهوف لانه ما عرف شعور الانجاز الحقيقي والفرحه الحقيقيه. الحل: خلق هوايه او نشاط كيحس فيه بالقيمه والمتعه الحقيقيه، يحس بمتعه ماتش كره، الجريه، القفزه، يسجل هدف، يحس بالفخر الحقيقي، يرسم، يكتب، يكتشف القدره ديالو على التعبير بلا ما يحتاج اي جهاز. وحتى الطبخ، الام تدخل ولدها وبنتها معاها الكوزينه، يحضروا وصفه مع بعض، يضحكوا ويستمتعوا بالعمليه بلا ما تقنط من الروينه. النقطه الاساسيه الهوايه كتكمل القرايه كتخلق ولد متفوق عنده شهاده، ولكن الهوايه كتخلق ولد سعيد مندمج كيعرف يخلق السعاده ويستمتع بالحياه. المفتاح وكلمه السر: ملي الطفل كتكون عنده هوايه حقيقيه التليفون كيبقى مجرد اداه، ما كيبقاش مركز فرح. الفراغ هو العدو والهوايه هي الوقود اللي كيعطي الحريه والطاقه والثقه بالنفس. الخلاصه: ملي ولدك غيعيش اللحظات الحقيقيه، يضحك من قلبه، يحس بالفخر، يتعلم الصبر والانجاز، غيكبر سعيد ومتوازن ومستمتع بالحياه بلا ما يحتاج الهاتف يكون مركز الفرح. كل خطوه كيخطاها في الرياضه، الرسم، الطبخ او اي نشاط هي خطوه لبناء قيمه نفسه والثقه بقدراته. ملي الولد يعرف يستمتع باللحظه ويحقق انجاز حقيقي كيتعلم التحكم والمتعه الحقيقيه وما كيوليش متعلق بجهاز. عارفه هادشي محتاج صبر، مجهود ومثابره وحتى مصاريف، ولكن النتيجه تستاهل. ولدك ولا نشيط سعيد واعي لقدراته، كيعبر على احلامه وكيبني الثقه بنفسه، واهم حاجه كيعيش طفولته ماشي طفل عاجز امام فيديوهات. كتشل حركته، كتشوفي الضحكه ديالو، وغتشوفي كيفاش غيعاود على نجاحه في هواياته، وغتكوني فخوره بالمجهود ديالك.